قال كتاب وإعلام يونس سعوديون إن السلطات الأمنية المختصة في المملكة ألقت القبض على الكاتب السعودي صالح الشيحوي، ولم يصدروا أي تعليق أو بيان رسمي يؤكد توقيف الشيحوي المعروف بجرأته في انتقاد الحكومة عبر مقالاته في صحيفة الوطن أو في ظهوره التلفزيوني المتكرر على محطات التلفزة السعودية الخاصة. لكن نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن توقيف الشيحوي تم قبل نحو أسبوع دون أن يتضح سبب التوقيف. وكانت آخر ظهور تلفزيوني للشيحي على قناة روتان الخليجية منتصف الشهر الماضي، عندما اتهم الديوان الملكي بالفساد في أجر انتقاد يطال الديوان المرتبط بمؤسسة الحكم وبالملك. وقال الشيحوي في اللقاء إن الفساد في المملكة موجود في المؤسسات، مستشهدا بالديوان الملكي الذي يمنح الأراضي لمن له علاقة أو صلة بأحد العاملين في الديوان بمختلف مناصبهم على حد زعمه. وحذف البرنامج مقطع انتقاد الديوان الملكي من الحلقة المنشورة في موقع يوتيوب على الانترنت، فيما يتوقع أن تكون مشاركته في تلك الحلقة من برنامج القناة ياها لا سببا لتوقيفه. ويعرف عن الشيحوي انتقاده المستمر للحكومة السعودية ووزرائها، إضافة لميله الاقتصادي البعيد عن ثروات رجال الأعمال والخصخصة، وسبق أن أوقف عن الكتابة أكثر من مرة. وإضافة لكونه كاتبا في صحيفة الوطن، يحمل الشيحوي شهادة بكالوريوس لغة عربية، وقد تنقل في عدد من الوظائف التعليمية داخل وخارج المملكة، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات، وسبق أن عمل مديرا لتحرير مجلة الثقافية الصادرة عن الملحقية الثقافية في بريطانيا.